الله الرحمن الرحيم الحق من ربكم إن نبينا الرسول أحمدا قدمه من لا يزال الصمدا إن نبينا الرسول أحمدا قدمه من لا يزال الصمدا للمصطفى ما لم يكن ولا يكون لغيره ممن له كن فيكون هذا نبي الله ما لا يعلم إلى الذي اللوح له وقلم قدم خير المرسلين المرسل على الجميع واقتفته الرسل قدم خير المرسلين المرسل على الجميع واقتفته الرسل قدم أحمد على رقاب من مضوا ومن ياتي ومن في ذا الزمن محمد صلى عليه الله على الورى فضله مولاه نبينا أحمد ما داناه عبد لدى باق له أدناه رسولنا أحمد فاق الرسلا والأنبياء فضله من أرسلا بشرني مع رضا محمد صلى وسلم عليه الصمد بالله لم ياتي وليس ياتي مثل ابن عبد الله ذي الآيات بالله لم ياتي وليس ياتي مثل ابن عبد الله ذي الآيات كتابه كل كتاب نسخا وإنه بغيره لن ينسخا كتابه كل كتاب نسخا وإنه بغيره لن ينسخا من رام في الخلق نظير أحمدا أعجزه من لا يزال الصمدا اللهم صل وسلم وبارك على من قلت في كتابك العزيز فمن شاء فليؤمن سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبشره بهذه الحروف التي أخذتها من حروفي أبدا آمين يا رب العالمين وتقبل مني بلا آفة ولا كدر آمين فمن شاء فليؤمن فرح مولد النبي محرما كما له قاد العلا والكرما ملك مولد النبي صفرا بشارة خالدة لم تكفرا نفع مولد النبي ربيعا الأول الذي أرى الينبوعا شرف مولد النبي ربيعا الآخر الذي اعتمى المتبوعا أكرم مولد النبي جمادا فلا يزال شاكرا حمادا آتى النبي بشارة جمادا غدت بها بفضله عمادا فاز بمولد النبي رجب فوزا به انقاد إليه العجب للمصطفى نور أضاء شعبانا قاد له من ربه قربانا يقود مولد النبي لرمضان فضلا عظيما قد يديم الفيضان وجه مولد النبي شوالا بما به قاد له نوالا مولد أحمد أدى ذا القعدة إضاءة فيه بدت وبعدا نور مولد النبي ذا الحجة قاد له درجة وحجة نعبده نفعني من لم يكن بولدي ولا بوالد فطاب خلدي على الذي ولد خير ولد وخير والد بخير بلدي بآله وصحبه والحمد صلاة ذي العرش العظيم الصمد الله خير الرازقين أكرمني الباقي الذي ليس يموت بأنني ليس يميتني المميت للنافع الباقي الجميع الرافع
توجهي بنعم باق النافع للنافع الباقي الجميل الرافع توجهي بنعم باق النافع لأكرم المكرم الكريم كتابتي مخلدة تكريمي لأكرم المكرم الكريم كتابتي مخلدا تكريمي هو الشكور والجميل والودود وقد كفاني ما يجر أكلدود خبرني العليم والخبير وكان للرزاق والكبير يسر للقدير والمقتدر ولا يؤمني دواما قدر رفعني رافع السماء بغير خفض لا أحاكي نسما أجابني الجميل فيما سر وأبدا لست ألاقي ضرا لين للقهار قلب كل من بارزني وسرت خلد الزمن ربحت في تجارتي ولن تبور ولا أجاور شقيا ذا ثبور أقدمني الباقي بكوني جارا له وللذي نفى الفجارا أكرمني الباقي بكوني جارا له وللذي نفى الفجارا زدت قصائد الجهاد في العدا وسرمدا لست ألاقي من عدا قلب للآيان ربي القدير وهو تعالى بثنابي جدير يسر للقرآن والعلوم تيسير باق لم يزل عليما ناجيته وقد كفاني بالمميت ناجيته وقد كفاني بالمميت من أخرجوني خديما لم أموت ناجيته وقد كفاني بالمميت من أخرجوني خديما لم أموت ناجيته وقد كفاني بالمميت من أخرجوني خديما لم أموت بسم الله الرحمن الرحيم ربيع الأول لي رضيت عن شهر ربيع الأول موادعا لذي البقاء الأول رضيت عن شهر ربيع الأول موادعا لذي البقاء الأول بركة المولد كل أصلحت في عاجل وآجل وربحت يقود لي إلى الجنان ما يسر مولد من ساق لغيري ما عسر عدني الباقي من أهل بدري بمولد المختار عالي القدر عدني الباقي من أهل بدري بمولد المختار عالي القدر إذا كتبته اهتز عرش الملك واهتز بالتسبيح كل ملك إذا كتبته اهتز عرش الملك واهتز بالتسبيح كل ملك لقلم اهتزاز عرش الله مع إباق كل جان الله لقنني قبل لسان العربي لدى الجزائر النبي العربي إلي قاد الصمد الفرد الكتاب صدقة لي منه لم أنح العتاب وصل للهادي الكتاب المحكما هدية لي منه وهو حكما وصل للثمن من عني باع ما باعه مثبتا لي طول باع لا يختفي على البرايا كوني خازن ذكر الله نور الكون لقد تبين لدى الفجار كون بديع العالمين جاري يقود لي شهري ربيع الأول ورمضان مفحما كل ولي ربيع الأول لي
رفعت أقلامي سنين خادما للمنتقى الذي كفاني صادما بارك لي في عمر الله الكريم بركة أجورها ليست تريم يسر للعسير من لا يعجز عن ممكن ما وعداي عجز علمني العليم تعليما جذب للعلم دون دوران فانجذب أكرمني الأكرم إكراما يفوق نعم خليفتي وجاري الرفيق له خطابي وقضى للحاجة ولن أنازع ولن أحاجى أذبت كل ما يسوء أو يضر لغير ذاتي ما نحاني من يضر واجهني بالبشر كل مسلم ولسواي فر من لم يسلم واجهني جمال باق لا يزال وضرري بمحوي عني يزال له خطابي وله رضا يشكر قدر مرادي خادما للمصطفى الذي كفاني الصادما الله إذا كتبت تزارش الباقي وسبحت ملائكة التباقي إذا كتبت تزارش الباقي وسبحت ملائكة التباقي لسان ذكري وشكري رافقا للعرش والكرسي نورا وافقا لبي منور بنور الوحي وقادني خير العلوم المحيي النحو والعروض والبيان لي سلبت ولي بأعيان هرب من كتابة المدحور وبحروفي تتغنى الحور اللهم صل على محمد حتى لا تبقى صلاة اللهم وبارك على محمد حتى لا تبقى بركة اللهم وسلم على محمد حتى لا يبقى سلام اللهم وارحم محمدا حتى لا تبقى رحمة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات واجعلني من أحب عبادك إليك واجعلني سرورا لجميع أحبائك في الحال والمآل آمين يا رب العالمين اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمدا لا جزاء لقائله إلا رضاك وعند طرفة كل عين وتنفس كل نفس عليك وعلى كتابك وعلى رسولك وعلى كل ما اخترته لي يا الله يا رحمن يا رحيم لك الحمد والشكر على الدنيا وعلى الآخرة فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وهب لي فيهما البشارات الصافيات واكفني أقدارهما قبل توجهها إلي وقبل توجهي إلى أسبابها آمين يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك خديمك عبدك بين يديك طالبا بجاهي منك في الدارين خيريك قائلا بك فيك لوجهك الكريم وكونك له بالتوفيق والعناية والكرم يروم يا الله يا أحد صل سرمدا وسلما على النبي أحمد
سيد كل عجم وعربي والآل والأصحاب أهل القرب الله يا نافع صل أبدا على الذي تقديمه قد أبدا سيدنا محمد وسلم والآل والصحب بكل مسلم يا الله يا نافع صل بسلام على نبيك المزحزح السلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به هذا النظام خيرا نظم وزحزح لسوانا ضيرا يا الله يا أحد صل عني على النبي المصطفى بالمن وآله وصحبه وسلم ومنطقي سدد وقلبي علمي يا الله يا لطيف صل أبدا على الذي بك اهتدى وعبدا سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه وكلمي يا الله يا لطيف صل في أبد على الذي لك يقود من عبد سيدنا محمد والآل والصحب بالتسليم يا مآلي يا باقيا أغنيتني عن هاتي بك وصنت عن أذى جهاتي صل بتسليم نما على النبي سيد كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصل يا هادي وسلم كل حين على نبيك إمام الصالحين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب هداية يغبطني فيها كثير ماكثا في وطني واجعل ممري ظاهرا وباطنا لي طيبا عبدا شكورا قاتنا وصل يا ودود والتسلمي على النبي الهاشمي العالمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصل يا ملك والتسلم على الذي علمته فعلما وصل يا ملك والتسلم على الذي علمته فعلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب ودا يدوم بفلاح بلا مشقة ويسر للصلاح وصل يا لطيف أفضل صلاة وسلما على الذي أبدي علا وصل يا لطيف أفضل صلاة وسلما على الذي بدت علا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وملك النفس وطرد اللعين قبل انتحالي لغيري يا معين واجعل هوايا تابعا لما تحب وليهب في الخلق ما منك أحب بلا ضرار وبلا عداوة والتقني جوالب الشقاوة آمين يا ربي بحرمة النبي والقلب مني كل ضر جنبي وصل يا أحد سرمدا على سيدنا محمد باب العلا وآله وصحبه وسلم وكل يعصم من أذى وألم يا واهبا آتيتني الكتاب صل على ماحم محل عتابا سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وعظم قلمي يعصم يراعتي وقلبي والمداد وجسدي من غير أجر وسداد وعلمني اليوم ما لم أعلم واشكر لوجهك الكريم كلمي واجعل قلامي ومدادي قاصدة إلى رضاك خير زرع حاسدة وطهر الظاهر والباطن يا ظاهر يا باطن يا التعصمني يا وطهر الظاهر والباطن يا ظاهر يا باطن والتعصمني يا والتمح ما يسوءني في نفسي بكن كما قبل فككت نفسي والتون ظاهري وباطني معا
عن العيوب والمنى ليجمع وصل يا كريم ولتسلم على الذي اتخذته لي سلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الرغبة في رضاك والزهد فيما لم يكن أرضاك وصل يا تواب ولتسلم على الذي له صرفت قلمي بك لوجهك الكريم أحمدا والآل والصحب وعمري أحمدا واكتب لي الأمان والصلاح بلا انسلاب ربي والفلاح وصل يا هادي صلاة لا تريم وسلما خير سلام لا يريم على النبي والرسول الفائق محمد خير البرايا الرائق وآله وصحبه واجعلني ذا عصمة وبرداك اشغلني ولياب حلاوة العادات وعندك جعلني من السادات يا من يصلي ويسلم على نبيك الذي بدت له العلا صل وسلم رب عني أبدا عليه في الآل ومن تعبدا من صحبه وليسر بكني كل عسير واهدني ومكني من صحبه وليسر بكني كل عسير واهدني ومكني اللهم يا عليم يا حكيم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واعصمني بفضلك وبحق وجه الله تعالى الكريم وبجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم من المعاصي كلها صغائرها وكبائرها ومن ضرر كل ذي ضرر ظاهره وباتني في الحال والمآل آمين يا رب العالمين واغفر لي كل ما صدر مني من الحرام والمكروه والشبهة محو العليم الخبير الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وأسألك بحق وجه الله تعالى الكريم ألا تجعل سبيلا لأحد علي في الحال ولا في المآل آمين يا رب العالمين وأن تجعلني من أحب عبادك الصالحين إليك أبدا وأن تجعلني فرحة لجميع أحبائك فرحة لجميع أحبائك أبدا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واعصم لي من طلب شيء لم ترد لي طلبه وامحو كل ما صدر من ذلك وحصل وأصلح بحق وجهك الكريم عقائدي وأقوالي وأفعالي وأخلاقي وأحوالي إصلاح من إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون آمين يا رب العالمين يا شكور يا عليم يا باقي يا أكرم يا نافع يا رب العالمين يا الله يا صمد صل سرمدا على النبي العربي أحمد وآله وصحبه والتقطع فعلي ما لم ترض لي ينقطع بك بغير آفة وكدر يا ذا البرايا والقضاء والقدر وصل يا لطيف سرمدا على من كل ما به أمرت فعلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وامح به جملة ما مني صدر غير رضا وليقض بشر القدر وصل يا لطيف ولتسلما على الذي به جلوت الظلما سيدنا محمد والآل
وصحبه في الحال والمآل ولتغنني عن كل ما لم تختري لي ونبهني عليه واستري وصل يا ودود ولتسلم على الذي له صرفت قلمي بك سنين عابدا لك به وقلت لي به من المنتبه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشكر بجاهه العظيم عمري وبرضاك رب كل عمري وصل يا نافع ولتسلم على النبي الهاشمي العالمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به كليتي بلا ضرر نفعا وكلي بالحسان والضرر وصل يا عليم ولتسلما على الذي به أقود العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي العلم صحيح بكني يا من تكون من لم تكن وصل يا لطيف ولتسلم على النبي وسيلتي وسلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب لطفا وسترا يجملا به وفوزا وأمانا يكملا وصل يا أحد ولتسلما على الذي به كفيت ألما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتكفني قبل انتحاء المرض وليكن بي لدى كل غرض وصل يا نافع ولتسلما على الذي أحبه من علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومني يقبلا به والترفع سعي إليك بالرضا يرتفع واجعل جميع سيئاتي حسنات واجعل بي عقائدي مستحسنات وصل يا باقي صلاة بسلام على الذي عادت له مني القلام بك لحب ذاتك الكريمة وذاته يا مخلدا تكريما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واختر لي الأحسن في كل ليات واجعل حياتي به خير آيات وابلي القرطاس والمداد وابلي الأقلام والوداد وصل يا ميسر العسير مع سلامك بلا تعسير على النبي المنتقى المفضل والآل والصحب وكل فضل يا منزلا آتى النبي ذكرا صل وسلم ولتقبل شكرا على الذي ليس له مجاري خير البرايا ذي المزايا جاري سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم صلاح ظاهري وباطني خير خديم طاهر وهب لي اليوم تداركي جميع ما فاتني من الخيور يا سميع بلا تكلف ولا عناء يا خير من نوجي بالثناء أنت الشكور إنك العليم وإنك الباقي لك التعليم يا الله أنت الأكرم الهادي الأحد يا نافعا ليس له كفءا أحد صل بتسليم بلا انتهاء على نبي الله سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الشكر وهب لي علما ولا توجه سرمدا لي ظلما وليهب منك بقاء صافيا واجعل كلامي نافعا وشافيا وليهب تلاوة وكل ما اخترته مع أمينا سلما
ولتكفني إلى الجنان كلما لم ترضه لي وبينفع لما يا من ييسر العسير صل وسلما على النبي المصلي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وامح توجه العيوب نحوي يا خير مذهب العذاب المحوي ولتغنني بك وبالمشفع إلى الجنان ومقام يرفع ولا تزل عني الخيور والكتاب ولا توجه لجنابي العتاب ولا تزل عني الخيور والكتاب ولا توجه لجنابي العتاب وليخلد الأمان والفلاح والحب والصفاء ربي والصلاح واكتب لي اليوم بغير سلب أبقى بقاء مغنيا عن طلبي واجعل بقائي رضاك ورضاه خير الورى واجعل به عمري رضا وصل يا أكرم ولتسلما على الذي بعثه معلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الأجور والكرامات والربح في الدارين والمقامات وصل يا أحد ولتسلما على الذي يعين من تعلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به كل يتيم وحدة مسلمة محسنة ومرشدة وصل يا من يسر الغيوب بكرم وتعلم الغيوب على الذي فاق البرايا طرا مع سلام لينمي البر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وامح عيوبي كلها ولتكفني غير رضاك مغنيا عن الشني وصل يا من يغفر الذنوب بكرم ويملأ الذنوب مع سلامك بلا انتهاء على ابن عبد الله ذي البهاء سيدنا محمد والآل وصحبه واشكر به سؤالي وليهب بحق وجهك الكريم سعادة وكلما منك أروم ولتكفني طلبا ما لم ترض لي طلبه بحرمة المفضل وجعلت الحروف فوق كل ما رسمه مؤلف قد سلما وصل يا هادي صلاة بسلام على الذي واجهه مع القلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم هداية الكرام وقدر ذاك لي في كل مرام وصل يا أحد بالتسليم على الذي بعث بالتعليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتقني الشرك مع النفاق وهب لي الصدق مع الوفاق وبشر الحور بذي الحروف وغيرهن من ذوي المعروف وصل يا أكرم بالسلام على النبي المذهب الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصل بالتسليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واصرف لغيري كل در لي نحا قبل الوصول لي وقد للمنحا وصل بالتسليم يا لطيف على الذي تدنو له القطوف سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب فيك وفي ما به يغبطني كل سعيد نابه وصل يا لطيف ولتسلم على الذي ينحو رضاه قلمي سيدنا محمد بلا انتهاء وقد له في حزبه ما يشتهى وصل بالتسليم يا من تبى إلى سوى يا ما أسافا دبا على النبي
مصطفى محمد وآله وصحبه والحمد واشهد لي الدهر بأني راضي عنك وعن اشكر به أغراضي خذ لي مواهب الكرام في الغرض بلا أذى ولا عدا ولا مرض واجعل بوجهك الكريم كليا لديك مرضيا وكثر كليا وهب لي القرآن والمباحا وكل ما اخترته رباحا وهب لي العادات للجنات وفي الجنان والتزد مناتي وصل بالتسليم يا من لي يسون كليتي مستغنيا عن الحسون على الذي أدخلتني في جيبه إلى الجنان ماكثا بصيبه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتغنني في أبد عن القدر وليوجها بشارات القدر وصل يا نافع ولتسلما على الذي تقديمه قد علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقد لي اليوم مقامات الرجال بلا تزلزل وبشر بالنجال يا من به آمنت تا إسلامي صل على النبي مع السلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الرضا مع الكتابة يا واهبا وهب لي كتابة واكتب صلاة وسلاما يا أحد للمنتقى ومن به لك التحد من آله وصحبه في الحال وفي المآل يا مقيم الحال واكتب لي العصمة من معاصي وبالمطيع أغنني عن عاسي وهب لي الرسوخ والتلاوة ولتكفني موانع الحلاوة واجعل مناجاتك عندي أحلى من غيرها يا من لديه الأحلى شكور يا عليم باقي يا أحد يا نافعا إنك ربنا الأحد صل وسلم ولتبارك سرمدا على النبي ذي المزايا أحمدا وآله وصحبه وهب لي بشرا به يغبطني من قبلي فيك وفيه شاكرا وعالما وباقيا ليس يلاقي ظالما وهب لي الأجر وهب لي النفع وأولني الذكر وهب لي الرفع وصل يا ملك ولتسلم على المقدم الشفيع العلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشكر وعلم أبق أكرم سرمدا وانفع وما يسوء قلبي أحمدا بلا عدا ولا جوى ولا ضرر ولا تزلزل وخلد للضرر وصل يا نافع ولتسلما على النبي من هدى ولما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل مكاتيبي منافع له يا من على ذوي العلا جعله بحرمة القرآن مني يقبل ما قد نويته وسلي قبلي وصل يا ودود ولتسلم على الذي ينحو إليه قلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي النفع وهب لي الوداع وليكن بما يسر جدا وصل يا أحد ولتسلما على الذي محل الأذى والظلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل
وصل يا صمد عني سرمدا وسلما على النبي أحمد وآله وصحبه والتخرج ما لم تحب لي لغيري يخرج وصل يا لطيف عني أبدا على النبي والرسول أحمد وآله وصحبه واعصمني من الأذى وبالمنى أكرمني وصل عني يا لطيف بالسلام على الذي تسره من القلام وصل عني يا لطيف بالسلام على الذي تسره من القلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب لطفين في الدارين والتقن العارين والنارين وصل يا ودود عني بالسلام على النبي المتبى الكافي الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب ودا يفوق كل حين وعنك اجعلني حبيب الصالحين وصل يا أحد عني أبدا وسلم على الذي النور بدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وعنك اجعلني حبيب المؤمنين والمسلمين وحبيب المحسنين وصل يا عليم عني في أبد وسلما على مزحزح الكبد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليقض علم ذوي الصلاح واكتب بلا إزالة الفلاح وامحو انتحى شقاوة لنحوي واجه مكاره معا بالمحوي وصل يا لطيف عني بالسلام على الذي به وهبت للكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وهب لي اليوم بغير سلبي في أبد سؤلي وفوق مطلبي وصل عني يا ميسر العسير على الذي انتهى به لك المسير سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي اليوم بشكر يبقى يا باقي تعطي المنى والسبقى وصل يا دي بلا انتهاء عني وسلما على البهاء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واهد الصراط المستقيم كلي واجعل كثيرا ليس يفنى كلي وصل يا ودود عن جنابي على الذي مدحت بالإطناب سيدنا محمد وسلمه والتهدني وودني وعلمه سيدنا محمد وسلمه والتهدني وودني وعلمه وصل يا سلام عني بالسلام على الذي له صلاتي والسلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتمحو عني كل ما كتبت ولم يكن رضاك منه تبت وصل يا لطيف يا غفور على الذي لا أنا به النفور سيدنا محمد وسلما
وبالتوالي في أفضل العلماء سيدنا محمد وسلما وبالتوالي في أفضل العلماء وآله وصحبه والإشراحا صدري به يا مالك ينشرحا وصل يا لطيف ولتسلمي على وسيلتي إليك سلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وابلي اليوم منجدون يا من له التفضيل والتقديم والتمع آفات تغربي معه اليوم والذي رضيت لجمعا واشهد بتوبتي من آفاتي جميعها ومن أذى التفاتي والتمع يا خبير كل من جلا وكل ما ستر منها مستلا وصل يا ملك ولتسلمي على الذي محل أذاك الألم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وكل ياص من أذى التمليك وضرر الشيطان والملوك وضر ما خلقته أو تخلق يا خير من يعصمني ويطلق وصل يا ودود ولتسلمي على النبي رجاء كل مسلمين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليحقق الرجاء الدهراء وليشكر السر به والجهراء وصل يا أكرم ولتسلم على النبي العربي العالمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي التفسير والتلاوة وهب لي التجويد والحلاوة واجعل كتابتي به معسلة وامح مكاره به منغسلة ومن قلوب من أساء الظن بي أخرج الذي كرهت منا وصل يا تواب أكمل صلاة وسلما على الذي أبدي لا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وسعت لي توسعة يغبطني فيها سواي لي أنا تعطني وصل يا سلام بالتسليم على النبي العلا المعلوم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولياب سلامة وعافية واجعل حياتي حياة صافية وصل يا لطيف بالسلام على النبي المذيب الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتف بي اليوم بما لم يكن ولا يكون أبدا لممكن وصل يا ميسر الصعاب وسلما على مزيل العاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب لي اليوم بشارات الكتاب بغير محو أبدا ولا عتاب ولسواي وجه المكارها يا قادرا ليس يكون كارها وليهب ما اخترت لي من العلوم بغير جول إنك المغني العليم وليبارك في جميع الحركات والسكنات واجعلها بركات واجعل بجاه المصطفى عاداتي
تكرما كعمل السادات وجل بحق وجهك الكريم يا معطي المنات والتكريم به الحروف كجميع الصلوات على النبي يا مجيب الدعوات آمين يا ربي وعظم أموري وفيك بالمختار كل عمري وصل يا ملك يا مجيب على الذي بجاي تجيب سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وقلبي علمه وهب لي الإلهام والبراءة واصل اللسان واليراء وجعل كتابتي للنبي أحب من خط غيري وإليك يا محب وبكلام في صدور القوم المؤمنين مغنيا عن لوم وبتوالي في أن قلوب من يلتمسون العلم في كل زمن وصل يا أكرم سرمدا على من اصطفيت واديت فعلا سيدنا محمد وسلم والآل والصحب والإرفاع كلمي وارفع حروفي بشكر وقبول وعيش الشيطان مني والقبيل وصلي وسلم سرمدا على النبي والرسول أحمد وآله وصحبه وهب لي ما فيه يرغب الكرام قبلي ومن عجائبات في عائشة وفي الجنان لا تزال عائشة ومن عجائبات في عائشة وفي الجنان لا تزال عائشة بأمنا عائشة بنت العتيق هب لي ما ليس يزال بعتيق بأمنا عائشة قني ما يضرني في الأراضين والسماء والتردى الباب المريدين معا مملك فالمن المزايا جماعة والتدع باب المريدين معا سقبر فالمن المزايا جماعة والتدع باب المريدين معا سقبر فالمن المزايا جماعة جرجفتي برم توبا أم المرأم جارا ممام سقبر فال أبو رجال جرجفتي برم توبا أم المرأم جارا ممام سقبر فال أبو رجال جرجفتي برم توبا أم المرأم جارا ممام سقبر فال أبو رجال jërëjëfati borom Tuuba Xaadim Rasuul jaaraama maam Seex Ibra Faal Aboo Rijaal jërëjëfati borom Tuuba Asnal Xadim jaaraama maam Seex Ibra Faal Aboo Rijaal jërëjëfati borom Tuuba Asnal Xadim jaaraama maam Seex Ibra Faal Aboo Rijaal subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al mursalin walhamdu lillahi rabbil alamin.